تألق نجم المنتخب المغربي حكيم زياش لا يزال مستمرا بشكل ملحوظ بعد عودته الميمونة من الإصابة، حيث أضاف إلى سجله إنجازا جديدا في مسيرته الرياضية. في خامس جولة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، استطاع زياش أن يتألق بتسجيل هدف مهم يقلص الفارق لصالح غالاتاساراي في مواجهتهم أمام مانشستر يونايتد. وعلى الرغم من تقدم المان يونايتد بفارق هدفين في الشوط الأول، إلا أن زياش لم يتردد في تسجيل هدف يعكس تأثيره الإيجابي على أداء فريقه. وفي الشوط الثاني، بينما كانت مانشستر يونايتد تتقدم بالهدف الثالث، أظهر زياش مهاراته المذهلة بتسجيل هدف ثاني لغالاتاساراي. وبهذا الإنجاز تجاوز حكيم زياش رقم مروان الشماخ، حيث وصل إلى 10 أهداف في دوري أبطال أوروبا، معادلا إنجاز يوسف النصيري، ليكون الثنائي المغربي في صدارة الهدافين في هذه البطولة. وفي سياق متصل، لم يكن إسماعيل سيباري يتخلف، حيث سجل هدفا مهما لفريقه اندهوفن الهولندي في مواجهته مع إشبيليا، مما يعكس التألق القوي للثلاثي المغربي في هذا السياق الأوروبي المثير.